هنقطع كده اهو الكيكة. Oh my god. اهي دي بقى اللي احنا بنقول عليها ايه، الخل. دي انساتي هنا هنعمل بقى ايه، هنعمل كيكة، هنعمل صينية كيكة. دولت 2 دقيق ونص كوباية، كوبايتين ونص. لو عاوزنا نص كوباية ديت هناخدها، ما عاوزناش مش هناخدها. هنا كوباية زيت، وهنا كوباية سكر، وهنا كوباية لبن، وهنا 3 بيضات عليهم ايه، عليهم الفانيليا. وهعملها هنا هحط عليها ايه، هحط عليها تانك. بحب احط عليها التانك بتاع البرتقال ده طعم حلو قوي. هنا بقى هنبدأ نحط الدقيق. نسيت، وهنحط ايه، معلقتين خل، بيخلي لها طعم، بيخلي العجينة عاملة تطلع، وبيخليها من جوه شكلها ابيض كده زي النايتش. يلا هنبدأ بقى نحط ايه، الدقيق. هنحط الدقيق زي ما انتم شايفين كده في قلب البولة كده، كوبايتين الدقيق اهو. وبعدين هنحط على الدقيق بقى ايه، هنحط عليه اللي هو المحسن، محسن الشيف كيك اهو زي ما انتم شايفين كده. هنحط الكيسين الاتنين. هنحط كوباية اللبن في قلب الشفشق بتاع الخلاط عشان نضربه ضربا مبرحا، ونحط عليهم كوباية السكر. وبعد كده هنقوم حاطين الزيت. هو المفروض الزيت كوباية الا ربع بس، ايوه كوباية الا ربع. وبعد ما ضربناها نحط عليها البيض بالفانيليا 3 بيضات بالفانيليا. وبعد كده هنحط ايه، هنحط التانك، بيديها طعم حلو، طعم البرتقال والمزازه دي. وبعد كده هنحط الخل. على فكره الخل مفيد جدا، انا ما كنتش بحطه بس جربته يعني حلو. بعد ما ضربنا التانج بالمكونات كلها زي ما انتم تشوفوا اللون كده. وبعد كده هنقوم حاطين سنه زيت او اي ماده دهنيه او زبد في قلب الايه، في قلب الصينيه بتاعه الكيكه. هنحضر الصينيه بتاعه الكيكه زي ما انتم شايفين كده. كده هنقوم حاطين الخليط على الدقيق زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، مع التقليب في ناحية واحدة بس. تقليب مش في الناحيتين، لا ناحية واحدة بس. نفسي والله يا عنبر باشا قسما بالله ان انا اوريك ادوقك الكيكة دي يا عنبر باشا. معليك، فرحانة قوي انا عاملة الكيكة ديت علشان خاطر عنبر باشا هيوقف الكل النهاردة على الجدار، فانا قلت احتفالية بقى. زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده القوام بقى مناسب اهو، كده القوام اهو. ده نقلب كده لغايه ما القوام يبقى كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. اوكي. بعد كده هنحطها في الصينيه. نقرب ايه،
يلا. اهم حاجه الضربه الجامده دي علشان ما يبقاش فيه كعكيل، اللي هي كعكيل الدقيق، ماشي، عشان تطلع كلها ايه، إيه، عشان نطلع الهواء من العجينه او من الخليط. متعوده دايما اقول ملحك سكرك. ايه ده، ما حطيتش رشه ملح عشان يتمر. لا حول الله يا رب. يلا مش مشكله. دلوقتي بقى هنحط ايه، هنولع على دي في الفرن ونشوفها بعد الفرن. يلا بينا. الفرن اهو، نشيل الصينيه نحطها في الفرن. يلا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. دلوقتي بقى هنحط ايه، هنحط السكينه في النص كده. لو طلعت بقى السكينه يعني ناشفه، يبقى الكيكه ايه، استوت كده. لو طلعت بقى فيها عجين او كده او كريمه، يبقى الكيكه لسه ما استوتش. كده طلعت ايه، استوت. وادي اهي كمان كده، مية مية. ولا فراخ ايه، ولا فراخ الجمعيه يعني. هنقطع كده هون الكيكه. Oh my god. اهي دي بقى اللي احنا بنقول عليها ايه، الخل.